السلام عليكم، يومكم سعيد ومبارك. أهلا وسهلا بالجميع. أنا أم لقمان ورجعت لكم بعد طول غياب. نعتذر على غيابي الفترة هدي لانشغالي وشوية ظروف هيك، فإن شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. أنا الحمد لله بخير، وشكرا لكل من سأل عليا. فبإذن الله حنرجع لكم بقوة، وبإذن الله معاش نغيب. فاليوم حبيت نشارككم بعض الأشياء وصلتني من ليبيا. أهلي بعتولي اشنيطات فيهم حاجات سلمهم ونجيهم، وبارك الله فيهم. الحق كلفت عليهم وإن شاء الله ما نفقدهم يا ربي. فقلت ضروري نشارككم شن جابولي. فنبدو على بركة الله. هذه أول شنطة، بإذن الله حنقسمه الفيديو إلى جزئين. هذا أول جزء يعتبر ما شاء الله بعتيلي حاجات واجدة، فلذلك مش حنقدر أن نصوره لكم في فيديو واحد، حيكون ممل وطويل. فلذلك اللي مش مشترك في القناة نتمنى منكم تشتركوا وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل ما هو جديد النزلة. فهنا عجبتني فيهم إن كل حاجة خايفين عليها إنها تتبزع أو تفسد أو تلبز الحاجات التانية، فغلفوهم الحاجات هدي بالنايلون اللاصق وحطوهم في نفس الوقت في الشيش بلاستيك. طبعا الحاجات هي عبارة عن بخور ليبي الزمني هدايا اللي نبخروا بيه، وحاطين لي كسبر مطحون باش ندير بيه العجة. الحق غلي عليا الكسبر أو عجة الكسبر. وحطوا لي رب، وحطوا لي شيشة من الكمون الأسعد المرحي باش ندير بيه العجة أو العصيدة، وكذلك الحرارات الليبية. طبعا أغلب الأشياء ما شاء الله أمي دارتها في الحوش، سلم يدياتها إن شاء الله ما نفقدها يا ربي ويعطيها الصحة والعافية. ما تنسوش تدعوا لها. وحطوا لي لبان معجون ووشقة وفحم. طبعا أنا من أحكي لكمش الوشقة واللبان والبخور بصفة عامة نموت فيهم. وحطوا لي معطر جو خليجي ريحته تبارك الرحمن تهبل. وعندي هنا قالب متاع الكعك القرفة بلاستيك. وحطوا لي شويشة صغيرة من البخور. المهم تبارك الرحمن مدلعيننا الصراحة، يعني بدون ما نطلبوا. الله يحفظهم ويمتعهم بالصحة والعافية، ما قصروش الصراحة. كل شيء اللي يخطر على البال واللي ما يخطرش حطوه. وبالإضافة إلى التمر المعجون. طبعا أهلي حتى هم مدايريننا تبارك الرحمن سلم يدياتهم وعطيهم الصحة، بنت خرافية. أنا نحب التمر اللي يكون منزلي. عندي أحلى من متاع المحلات اللي يكون مرحي لين مسحونة كبدة. وحطيت لي ميمتي فلفل مدخن أو فلفل مجفف تبارك الرحمن في الكال يجي إبداع. بالإضافة إلى عطر رجالي لزوجي. وعندي هنا البوكس فيه بخور خليجي مع العطر ما شاء الله يهبل وحلو وراقي وينفع للهدايا يعني. فما شاء الله ريحته حلوة. سلمهم على الطيين وبارك الله فيهم. والله العظيم ونين نفتش في الدبيشات والصغار شعور سبحان الله لا يوصف. هي ريحة البلاد، هي ريحة الأهل، هي الأشياء اللي حاطينها لين سبحان الله عينك تدمع. وخاصة اللي متغرب يعني فترة على أهله وبلاده، فأي حاجة تجيه من البلاد يحسها أو عنده بالدنيا وما فيها. فحطوا لي هنا بديلات للصغار سلمهم على الطيين بارك الله فيهم. الحق فرحوا الصغار فرحونا وإن شاء الله ما نفقدوهم يا ربي. مازلنا نستكشفوا مع بعضنا الشنطة شن فيها. توا نجو نشوفوا القسم الثاني من الشنطة شن فيه. لقيت زوز طواجين. الطاجين الأول واللي هو طاجين التارت اللي قاعدته متحركة، والطاجين الثاني حتى هو يندار فيه باسطي أو كيكة بصفة عامة أو حتى بسبوسة. وفي لقيت الزميتة، حطيلي شويشة زميتة بارك الله فيهم. الحق عايت واني نقول لهم ما تكتروا ليش وما تحطوا ليش، فهم مساكين يفرفشوا يقولوا لي غير شنتبي. الله يرضى عليهم ويبارك فيهم يا ربي ويمتعهم بالصحة والعافية ويرزقهم خيري الدنيا والآخرة. طبعا الفازو هدا فازو زيتون منزلي ما شاء الله تبارك الرحمن. أمي يمتي مدايرته في الحوش بارك الله فيها، عقبت لي منه شويشة.
وأنا إن شاء الله نغير دورة المية متاعها والملح. وحاطين لي 2 شكاير متاع نعناع مجفف، ولقيت كيس تاني تمر معجون، حتى هو بارك الله فيهم قديش ما غالي علي الحق التمر، وخاصة لما ندير بيه بسيسة التمر، يعني لما تطيبيها على النار تجيب النتها الحق روعة، وخاصة في الشتاء، أو ممكن يتاكل مع اللبن أو الحليب بصفة عامة. غالي علي التمر المنزلي. وحطوا لزوجي زبون ليبي تقليدي، ما شاء الله هذا اللبس الليبي التقليدي تبارك الرحمن حاجة فخمة وروعة. سلمكم شرايين وبارك الله فيكم، والله العظيم أحرجتونا الصراحة. إن شاء الله ما نفقدوكم يا ربي، وإن شاء الله نردوا لكم في الفرح والهناء. فالأهل حاجة عظيمة جدا، مهما نقول ومهما نشكر مستحيل نوفي حقهم. سبحان الله كيف يتصلوا بيا ويفرفشوا يقولوا لي غير شنتبي، وانا نقول لهم والله ما نبوا حاجة والحمد لله كل شيء موجود. لكن مع هدا تلقيهم يحطوا ويفرفشوا وما نسوش ولا حاجة، وكل شيء حطوه. إن شاء الله ما نفقدكم، وما نبيش نذكر شخص وشخص، لا الصراحة أهلي بصفة عامة كلهم ما قصروش. إن شاء الله ما نفقدكم يا ربي، وإن شاء الله نشوفكم في ساعة خير وهناء. هنا الشنطة هدي حطت لي وخيتي حلويات من يدياتها، أعطيها الصحة وسلمها طيابة يا ربي. حبت تذوقني من الحلويات اللي تدير فيهم في المعمل متاعنا، ما شاء الله معمل بشار اللي في مصراتة، ننصحكم تجربوه سواء للكعك الحلو أو حتى الحلويات الزمنية التقليدية. ما شاء الله حطت لي الكعك الملون، وحطت لي بشكوطي جوز الهند والمقروض، وحطت لي الويزة الماكينة والكعك الحلو الليبي، بالإضافة إلى المعمول وحلو الفستق. ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء أحلى من التاني، والله العظيم مش نشكر فيه، لأن معمل أهلي أو الحلويات من يديات وخيتي بصراحة فوق الخيال. ما شاء الله كل شيء حلو. قبل لا نختم نحب نشكر صديقتي هي وزوجها وعويلتها، نقول لهم سامحونا تعبناكم في جبان الحاجات، والله ما قصرتوش، وإن شاء الله ما نفقدوكم يا ربي، وإن شاء الله ربي يعطيكم خيري الدنيا والآخرة. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة بإذن الله، فيه جزء تاني للحاجات اللي وصلتني من ليبيا. ما تنسونيش من صالح دعائكم، ما تنسوش تشجعوني بلايكاتكم وتعليقاتكم الحلوة. نخليكم في أمان الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.